في ناس كتير بتشتكي من الآلام المزمنة بس من غير تشخيص واضح، هل ده ممكن يكون فايبروميالجيا؟ دي أحد المشاكل الكبيرة جدًا اللي خلّتني أُصِر إن أنا أبدأ كلامي بإنه مرض روماتيزمي، لإنه كتير أوي حتى من غير المتخصصين بيشخّصوا fibromyalgia، وأنتِ بتشوفي بييجي لنا مرضى يقول لك أنا عندي fibromyalgia، يعني مين إمم، اللي شخّصك؟ أنا شخّصت نَفْسي، شخّص نَفْسه، كل الأعراض اللي بيقولوها موجودة عندي. تمام، طَب أنا هاسأل سؤال، مين من اللي بيسمعنا دلوقتي أو شايفنا بينام كويس؟ مين ما عندوش شوية قلق وتوتر؟ مين ما عندوش إرهاق مستمر؟ إمم، مين ما عندوش وجع في حتّة في جسمه؟ وبالتالي التشخيص في بعض الأحيان بيكون غلط، وبيكون الخطوة المهمة جدًا إن إحنا نستبعد أي سبب آخر مرضي روماتيزمي للآلام التي يشعر بها المريض قبل ما نقول كلمة فايبروميالجيا، تمام، فبتضيع فرصة إن إحنا نعالج مرض روماتيزمي يمكن جدًا علاجه بطرق مختلفة، إمم، زي الروماتويد، زي الذئبة الحمرا، زي مشاكل الغدة الدرقية، زي متلازمة شوجرن، زي متلازمة الإرهاق المزمن، زي إن يكون في مشاكل في الرقبة، مشاكل في الضهر، في خشونة، ليونة في الأربطة، حاجات كتيرة جدًا، ونلاقي التشخيص زي ما تشوفي كده فايبروميالجيا. أول ما بنحط إيدينا على التشخيص المضبوط بتبدأ آلام الفايبروميالجيا الثانوية كمان تختفي. تمام، علشان كده مش كل ألم منتشر في الجسم يساوي فايبروميالجيا. طب أعمل إيه؟ عندك وجع طوّل عن 3 شهور، روح لدكتور روماتيزم، مش دكتور عظام ومش دكتور باطني. دكاترة الأعصاب ممكن يشخصوا هذا المرض، إنما برضه لابد من التأكد من دكتور روماتيزم.